يلا نعمل شيبسي بس طعمه ايه من الاخر. هنجيب بطاطس كده ونقشرها ونقطعها ونحطها في حلة ونزود عليها مية وملح ونسيبها تغلي على النار لما تستوي. بعد كده هنعديها من المصفى علشان نضمن انها مفيهاش اي كتل. هنعمل بقى الصوص بتاعنا. عندك جبنة كريمي وشبت وجبنة بارميزان وشوية ملح وزعتر وفلفل اسود. بعد بقى ما هرسنا البطاطس وعديناها من المصفى وده القوام بتاعها، شايفين قوامها حلو ازاي. نبدأ بقى نجيب كيس بلاستيك او كيس حلواني ونحط فيها البطاطس ونفتح فتحة كده بالمقص. نجهز بقى صينية الخبز ونحط عليها ورق زبدة ونشكل البطاطس زي ما هو واضح وندخلها على فرن يكون مسخنينه من قبلها بشوية ونراقبها طبعا لغاية ما تستوي. هي وصفة تستحق التجربة، ما تنسوش تسيبولي لايك لو عجبتكم الوصفة.